السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعين شمس. النهاردة طالعة أكلمكم في موضوع يغسل الروح ويفرح القلب. احنا في أيام عظيمة جدا، أيام كنز وموسم حصاد للحسنات. ربنا بعته لينا طوق نجاة علشان نجبر خواطرنا ونطهر قلوبنا من هموم الدنيا. النهاردة حلقتنا عن العشر الأوائل من ذي الحجة، وتعالوا نعرف سوا ليه الأيام دي غالية قوي عند ربنا. عارفين ليه الأيام دي تحديدا ربنا اختارها وفضلها على باقي أيام السنة؟ أولا لأن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بيها في القرآن الكريم لما قال والفجر وليال عشر. والعلماء أجمعوا إن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. وربنا العظيم لما بيقسم بشيء في القرآن ده معناه إن الشيء ده عظيم جدا وليه مكانة وقيمة عالية قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. اولا دي ايام اجتماع امهات العبادة. الايام دي هي الوحيدة في السنة اللي بيجتمع فيها كل العبادات الكبيرة مع بعضها، فيها الصلاة والصيام والصدقة، وفيها كمان الحج اللي ما بيحصلش في اي وقت تاني في السنة. العبادات دي كلها ما بتتجمعش في وقت واحد ابدا الا في العشرة دول. ثانيا دي أحب الأيام إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني اللقمة اللي بتعمليها لبيتك والكلمة الطيبة والذكر أجرهم في الأيام دي أعظم عند ربنا من أي وقت تاني، وحتى أعظم من الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. ثالثا فيها أعظم يوم طلعت عليه الشمس. الأيام دي بتضم جوه أيامها يوم عرفة، يوم العتق من النار اللي ربنا بيباهي بيه ملائكته بأهل الأرض، وبيغفر فيه ذنوب سنتين، سنة فاتت وسنة جاية. رابعا أيام ذكر وشكر. ربنا قال عنها ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي العشرة دول. عشان كده هي أيام التكبير والتحميد والتهليل. وبما اني زيكم ست بيت وعندي مسؤوليات وبيت واولاد بنربيهم، فقررت اعمل لنفسي وليكم خطة بسيطة علشان ما نضيعش ولا ثانية في الايام دي. يا ست الكل، وانت بتطبخي وانت بتنضفي خلي لسانك شغال بسبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. مش هتاخد منك مجهود ولا هتعطلك عن بيتك، بس اجرها عند ربنا عظيم. تاني حاجة جبر الخواطر. العشرة دول أيام الرحمة. ابدأي ببيتك، كلمة حلوة لزوجك، حضن لأولادك، اتصال تطمني بيه على حماتك أو أهلك أو مامتك. اللي بيسعى في جبر خاطر حد ربنا بيجبر خاطره من حيث لا يحتسب. ثالثا صيام يوم عرفة، وده أهم حاجة، دي الجوهرة بتاعة العشر أيام. بالله عليكم ما تضيعوا صيام اليوم ده ولا الدعاء فيه. يا جماعة والله مش لازم نكون واقفين على جبل عرفات علشان ننال الثواب. ربنا كريم ومطلع على القلوب، وممكن وانت في بيتك بتخدمي أسرتك بحب ورضا تكوني بتاخدي ثواب عظيم لو نيتك صافية لله. النية هي اللي بتفرق، وهي اللي بتخلي البيت البسيط ده جنة. طب تعرفوا ان دي ايام النور والنهار الافضل في السنة؟ العلماء بيقولوا كلمة تريح القلب قوي. بيقولوا ان النهارات العشر الاوائل من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق، حتى افضل من نهار ايام رمضان. تخيلوا العظمة. يعني ربنا جعل افضل الليالي هي العشر الاواخر من رمضان علشان ليلة القدر، لكن افضل الايام بالنهار والعمل والبركة هي العشرة دول من ذي الحجة. اعتبروا ان دي الفرصة البديلة للي فاتوا رمضان. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا جعل لنا محطات طول السنة علشان اللي قصر او فاته قطر الطاعة في رمضان يلحق نفسه في العشرة من ذي الحجة. دي فرصة تانية لتجديد التوبة. كأن ربنا بيقولك لو فاتك رمضان اهو انا فتحت لك ابواب رحمتي تاني في ذي الحجة، فما تحرمش نفسك من الفضل ده. دي ايام العفو. الأيام دي فيها مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات بشكل عجيب. مش بس يوم عرفة اللي بيكفر سنتين، لأ، الأيام دي كلها النفحات فيها نازلة من السماء، والدعاء فيها ليه مكانة خاصة لأن العبد بيكون في حالة ذكر مستمر وتكبير مستمر. الايام دي بيميزها حاجه مبهجه جدا وهي صوت التكبير. ربنا بيحب يسمع صوت عباده وهم بيملوا الدنيا تكبير وتحميد وتهليل. التكبير في الشوارع، في الجوامع، وفي البيوت، وانت بتطبخي وانت مع اولادك. الصوت ده لوحده بينزل السكينه والبركه في البيت وبيطرد الشياطين والهموم.
وعلشان عارفة اننا كستات بيوت وامهات ممكن نتلاقي في وسط زحمة يومنا وتجهيز الاكل وتربية الاولاد والامتحانات والمذاكرة وننسى نكبر ونذكر ربنا. هقولك على سر انا نفسي بعمله: شغلي التليفون او شاشة التلفزيون عندك في البيت على صوت التكبير والتهليل والتحميد طول النهار. خلي الصوت شغال في الخلفية وانت بتطبخي وانت بتنضفي. الصوت ده اولا بيطرد الشياطين وبيدخل البركة والسكينة في البيت. ثانيا كل ما ودانك هتسمع الصوت هتلاقي نفسك تلقائيا وبدون ما تحسي بترددي معاه وبتكبري. وبكده مش هنسمح لأي حاجة في الدنيا تشغلنا عن ذكر ربنا في الأيام العظيمة دي، وهيتحول بيتنا كله لخلية نحل من الذكر والطاعة. ومش بس كده يا جماعة، الفكرة دي كمان ممتازة علشان ولادنا. لما تشغلي التكبير والتهليل في البيت انت بتعملي حالة من البهجة والتميز للأيام دي عن باقي أيام السنة، خاصة في عيون الأولاد. ناديهم حواليكي وقولوا لهم: عارفين يا حبايبي احنا بنكبر ليه؟ علشان دي أعظم أيام السنة عند ربنا. خليهم يقعدوا ويرددوا مع صوت التليفون وشاركيهم معاكي في الذكر. لما يسمعوا التكبير شغال وصوتك وصوتهم بيردد معاه هيحسوا بجمال وعظمة الأيام دي، وهتكبر في قلوبهم فرحة مميزة مش هيلاقوها في أي وقت تاني. احنا مش بس بنعبد ربنا لوحدنا، احنا بنبني جيل شبعان بروحانية وبهجة دينية. وعايزاكم تركزوا معايا قوي في الكلمتين دول: الايام دي هي اعظم ايام فيها الدعاء مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افضل الدعاء دعاء يوم عرفة. والعلماء بيقولوا ان العشر ايام كلهم فيهم نفحات وبركة، وباذن الله ما بيتردش فيهم سائل. لو عندك امنية بقالك سنين نفسك ان هي تتحقق، او شايلة هم رزق او هداية اولادك، او حاسة بضيق في صدرك، ارمي كل ده ورا ظهرك. اقفي بين ايدين ربنا في الايام دي وقولي كل اللي في قلبك. ربنا ما بيكسفش ايد اترفعت ليه، خصوصا في الايام والنفحات المباركة دي. تعالوا نرفع ايدينا دلوقتي مع بعض وندعي سوا وقولوا ورايا: امين. اللهم يا حي يا قيوم، يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات، نسألك في هذه الأيام المباركة العظيمة أن تغفر لنا ما مضى وتصلح لنا ما بقى. اللهم اجبر خواطرنا جبرا يتعجب منه أهل السماوات وأهل الأرض، جبرا يليق بكرمك وبعظمتك وسلطانك. اللهم ارزقنا في هذه الأيام راحة البال وطمأنينة القلب وسعة في الرزق لا تنقطع. يا رب بارك لي ببيتي واحفظ لي زوجي وسندي، واجعله لي كما أحب، واجعلني لي كما يحب، واجعلنا لك كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بارك في أولادنا واهديهم واجعلهم قرة عين لينا، واحفظهم بحفظك الجميل. اللهم اشف كل مريض، واقض الدين عن كل مدين، وفرج هم كل مهموم. يا رب لا تخرجنا من هذه الأيام العشرة إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا واستجبت دعواتنا وكتبتنا من عتقاء النار. آمين يا رب العالمين. وفي نهاية حلقتنا النهاردة عن أجمل أيام السنة، عايزة أقول لكم: خلوا قلوبكم تملأها الطمأنينة والأمل. ربنا كريم قوي وأجره ملوش حدود، ومستنينا بس ناخد خطوة بسيطة ناحيته علشان يملأ حياتنا بركة وفرحة. الأيام دي فرصة عشان نكبر خواطرنا ونطهر قلوبنا، وعشان نزرع في بيوتنا وفي قلوب ولادنا حب الله وتعظيم شعائر الله. ابدأوا من دلوقتي بنية صافية وقلب راضي، وشوفوا ازاي ربنا هيغير حالكم لأحسن حال بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين يا أغلى عيلة، ويا رب يجعل أيامكم كلها عيد وفرحة. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تشاركوها مع كل حبايبكم علشان الكل يستفاد وناخد الثواب سوا. وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. استودعكم الله في حلقة جديدة. مع السلامة.